عارف إن في صفقة ب150 مليار دولار كانت هتغير خريطة مصر للأبد؟ يا جماعة ترامب كان عايز يشتري سيناء بالمليارات. اسمعوا الحكاية دي عشان اللي بيحصل ورا الستارة يدوخ. الصحف الأمريكية الكبيرة زي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بدأت تسرب كواليس غرف مغلقة بين السيسي وترامب. القصة إن ترامب عرض صفقة مغرية بتوصل ل 150 مليار دولار ومعاها إسقاط جزء كبير من ديون مصر وصفقات سلاح تميز نوعي للجيش. كل ده مقابل إيه؟ إن مصر تستقبل مليونين فلسطيني من غزة في سيناء وتصفي القضية نهائياً. بس اللي ترامب ما عملش حسابه فيه إن القاهرة رفضت الشنطة اللي فيها المليارات وقررت تلعبها بذكاء سياسي. مصر رفضت التهجير بس في نفس الوقت قدرت تقنع أمريكا وإسرائيل بزيادة القوات المصرية في سيناء بحجة تطهير الإرهاب وتأمين الحدود. والنهاردة إسرائيل في حالة هس ومرعوبة لأن الدبابات المصرية أبرامز بقت على بعد أمتار من حدودها، وده كان وضع ممنوع تماما من سنين. ترامب ما قيسش وكان طمعان في حق انتفاع لإدارة قناة السويس مقابل تسديد الديون. بس مصر ردت بوضوح إن ده مرفق سيادي وقراره في إيد الشعب مش رئيس الدولة. دلوقتي بقى إسرائيل بتموت عشان تعتمد سفير جديد في القاهرة لأنها حاسة إننا رجعنا لحالة ما قبل حرب 1973. وإثيوبيا بتبعت عروض فخ لمياه النيل عشان تدير السد بمزاجها، وإحنا بنرد بضربة تقيلة بإننا نكون المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء في شرق أفريقيا كله. الخلاصة، المنطقة بتترسم من جديد والسياسة ما فيهاش صاحب، فيها اللي نفسه أطول وبيعرف يحمي أوراقه. تفتكروا ترامب هيسكت ولا لسه في جعبته مفاجآت تانية؟